السلام عليكم ومرحبا بكم خوتي المتقاعدين الكرام، يا أوفياء القناة من المدنيين والعسكريين والأرامل وأبناء الشهداء وحتى المجاهدين ومحاربي العش السوداء. ما نساوش جنود الاستبقاء وكامل الفئات بلا استثناء. اليوم غنجيب لكم الجديد حول زيادات أكتوبر 2025. أنا على بالي بلي هذا الخبر راح يفرحكم ويفرح القلب تاعكم ويفرح كامل العائلة تاعكم، يعني من أحفاد أبناء، يعني كامل الناس راح تفرح بهذا الخبر، لأن نسبة الزيادات راح تكون 25%، وبعض المحللون قدروها بمليون سنتيم. وهذا الخبر راح يستناه بزاف متقاعدين في الجزائر. وقبل ما نبدي الفيديو، أول حاجة ديرها يا أخي متقاعد، بارطاجي الفيديو. بارطاجي الفيديو لأن هذا الشيء مهم 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 بزاف لجميع المتقاعدين، سواء متقاعد مدني ولا عسكري ولا جديد ولا واحد في الكناس ولا CNA، يعني أي متقاعد في الجزائر راه معني بهذا الموضوع. وأول حاجة نوضحها هي التأمين السنوي، وهذا المعمول به كل عام يجي يرفع المعاشات بنسب مئوية حسب الشرائح. هاد السنة اللي معاشهم ضعيف أقل من 20,000 دينار جزائري، سمعوني مليح، راهم يستفادوا من 25%. اللي بين 20 و40 ألف دينار جزائري راهم يستفادوا من 10%، واللي فوق 40 ألف دينار جزائري يستفادوا من 7%. يعني تثمين راهو شامل وكامل الفئات، بصح كل واحد حسب الشرائح يدي حقه. يعني اللي قليل يدي 25%، يعني اللي معاش 20 ألف دينار جزائري يقدر يوصل حتى 28 ألف دينار جزائري، ولا بالزيادة الاستثنائية يوصل 3 ملايين. أما حاجة تانية الزيادة الاستثنائية، وهذه جاية باش تزيد تعطي دفعة إضافية للمتقاعدين، خاصة مع غلاء المعيشة. والزيادات الاستثنائية رايحة تتراوح بين 2000 دينار و5000 دينار جزائري، وحسب قيمة المعاش. والفئات الهشة كما الأرامل وأبناء الشهداء والمجاهدين راهم أول ناس مستفيدين من هذا القرار. والمدير الجديد تاع منظمة التقاعد خرج بتصريح مهم، وقال باش نسهل الأمور كامل الزيادات يساوي التأمين السنوي والزيادة الاستثنائية راهم يجوا مدموجين مباشرة في معاش أكتوبر، يعني ما يكونش حسابات معقدة وكل شي يبان في صك واحد. أما بالنسبة للحكومة، من جهتها قالت أن هذه الزيادات مش مجرد أرقام، بس خطوة اجتماعية كبيرة باش ترفع القدرة الشرائية للمتقاعدين. وراه مخصص غلاف مالي ضخم يفوق 400 مليار دينار جزائري لتغطية هذه العملية. ونجي للفئات الخاصة اللي تاني ما نساهمش، مثل الأرامل وأبناء الشهداء والمجاهدين ومحاربي العش السوداء وجنود الاستبقاء. نبديو بأول واحد وهو الأرامل، راهم يستفادوا من زيادات معتبرة خاصة اللي عندهم معاشات صغيرة. أما بالنسبة لأبناء الشهداء، هادي بلا ما نهضروا، حقوقهم محفوظة وزياداتهم مدموجة مع التثمين السنوي. أما المجاهدين، الزيادة جاية بشكل يليق بمقامهم وتضحيتهم. أما بالنسبة لمحاربي العشية السوداء وجنود الاستبقاء، الملف تاعهم راح يتساوى تدريجيا ابتداء من أكتوبر. وبالنسبة للمدنيين والعسكريين كامل راهم معنيين، سواء كان معاش صغير ولا متوسط ولا كبير، رايح تشوف فرق مباشرة ابتداء من معاش أكتوبر. ومدير منظمة التقاعد قالها صراحة: مرحلة جديدة بالذات، وما نقدرش نخلي المتقاعد يعيش بمعاش ما يكفيش حتى للأساسيات. وهذا معناه أن القرار هذا بداية للإصلاحات أكبر في المستقبل، منها زيادات أخرى على المدى الطويل وتحسين التغطية الصحية والمنح العائلية. وفي النهاية يا خوتنا الأعزاء، نحب نقول لكم يا خوتي المتقاعدين، أكتوبر 2025 ماشي كيما العادة، راهو شهر الفرح بزيادات ملموسة، زائد تثمين سنوي، زائد زيادة استثنائية، زائد تسوية الملفات الخاصة، وكل شيء راح يبان في صك واحد. ربي يفرح كل دار متقاعد، وربي يرزقكم الصحة وطول العمر.